الرئيس عبد الفتاح السيسي، انا عايزه اعرف حاجه بجد. انت دلوقتي بتشوف الشتايم بتاعت الاهلاويه ولا ما بتشوفش، ولا بتشوف اللي على مزاجك، ولا ايه بالظبط؟ احنا انتخبناك عشان تجيب الحق. فين الحق؟ ايه الاهلاويه الزباله دول اللي بتوع البلا ومبروك عليكم الاعدام ومش مبروك عليكم الاعدام؟ مبروك على مين الاعدام يا شويه زباله؟ على عموم بورسعيد دي بلد الرجاله، وانتوا ايام زمان ايام العدوان اهاليكم كانوا في الكبرهات، ماشي؟ شويه كلاب شويه كلاب شويه كلاب وماشيين بالرخص، صح؟ كانوا زمان ماشيين بالرخص اهاليكم، اكيد اهالينا وحريمنا ورجالتنا ابدع ناس في الدوله العربيه كلها، عشان تكونوا عارفين. واحنا دوله بورسعيد، دوله بورسعيد، ومش عايزين اي معرض يخش بلدنا ولا اي مسؤول كلب يخش بلدنا. وانا بقول اهو ومش خايفه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ وعايزاك يا سياده الرئيس، احنا انتخبناك على انا مش فاهمه عشان تقعد وتعمل نفسك مش شايف. لا انت شايف. واولادنا لو اتعدموا مش عايزين اي مسؤول عرض يخش بلدنا، واولادنا مش هيتعدموا. ولو اتعدموا انا بقول اي مسؤول عرض مش هيخش بلدنا، ومالكش عندنا انتخابات خلاص. وبقول للاهلاويه للمره الثانيه، لو اي كلب فيكم غلط في رجاله البورسعيديه وحريم البورسعيديه، يلا اهاليكم كانوا ماشيين بالرخص، فاهمين؟ وبيلبسوا قمصان النوم للانجليز، واحنا ماسكين المدافع وبنحارب. انتوا ما كنتوش انتوا زمان عايشين يا شويه كلاب. سياده الرئيس بص لاولادك بعين الرحمه، مش هقول تاني، ولو اتعدموا مش هقول تاني، وعلى لساني انا بقول ومش خايفه. على الكسوم الاهلاويه، على كسوم اللي هيشدد لهم. يلا